الكتاب الذي مقدم بين يدي الباحث والقارئ جديد، يضاف إلى المكتبة العلمية الوطنية، وهو سلسلة تتضمن 4 أجزاء تفاعل مجتمعات مباحثة موضوع البنية الجغرافية والحضارية لمنطقة تاسيلي ناجر، وتأتي السلسلة استجابة لحاجة علمية ملحة تسجل في صعيد المادة العلمية ذات الجدوى في دراسة وبحث هذه المنطقة التي تظل المعلومات حيالها أخبارا يتفكه بها السياح ويسوقها مرتادو المغامرة، مما يعوز نقولهم التمحيص وأخبارهم التدقيق، فضلا عن كون أغلب المراجع والمصادر التي تتعاطى هذا الموضوع كتبها دارسون وباحثون ورحالا من الغرب، كثيرا ما تطوي على أعمالهم على الذاتية ومرام ذات أبعاد ومقاصد تنافي الموضوعية، علاوة على المعوقات التي اكتنفت أبحاثهم لا سيما اللغوية منها. وتتحرى هذه الدراسة الأصالة في جمع الحقائق، كما تحرص على الميدانية في المعاينة والمقابلة، فلذا جمعت هذه السلسلة من الحقائق والمعلومات ما ندى عن غيرها، وهي بما تتضمنه من فصول تغطية للمنطقة تاريخا وحاضرا، جغرافية وحضارة، وبما تتمثله من حقائق لبنة ذات بال ضمن صرح تشييد الموسوعة الوطنية للذاكرة والأبعاد الوطنية تاريخا وحضارة وجغرافية. ولذلك نأمل أن تستجيب لنهم الباحث والطالب والقارئ عموما، وأن تساهم في التأسيس للثقافة العلمية الوطنية والإنسانية الرصينة. الكاتب الدكتور إبراهيم العيد بشي، من مواليد 1955 بالرباح وادي سوف، تلقى التعليم الابتدائي والإعدادي بقدماس، وزاول تعليمه الثانوي بمدرسة نالوت، ومن جامعة الجزائر تحصل على الليسانس سنة 1980 في الماجستير 1992، وحرز شهادة دكتوراه دولة في التاريخ القديم 2007، ولجأ مجال التعليم العالي كأستاذ تاريخ بالمدرسة العليا للأساتذة سنة 1980، ومنذ 1981 بصفة أستاذ معيد متعاقد بمعهد التاريخ والآثار، وأصبح سنة 1984 أستاذا مرسما بالجامعة نفسها، وانتدب سنة 1993 بالحظيرة الوطنية للتاسيلي، ثم عاد إلى التدريس بجامعة الجزائر بصفة أستاذ مكلف بالدروس من سنة 1999 إلى غاية 2007، وشغل منذ 2007 منصب أستاذ محاضر